إبراهيم الأسيوطي باك يمين الأهلي اللي هيقعّد باكات يمين كتير أوي في البيت النهارده قدّم ماتش قدّام فاركو مميز، 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 بيقدر يطلع بالكورة بشكل مهاري جدًا وسرعة زي الكورة اللي فاتت وزي الكورة اللي قدّامك دي اللي هيرقّص الجناح لتاني مرّة وهيطلع بيها بالمقاس والمسطرة لمحمد عبد الله، الجناح اللي بيلعب قدّامه رجله حساسة وبيعرف يعمل تمريرات بشكل مميز غير مهارته وسرعته، دي واحدة تاني وهو بيطلع من الجناح برضه بسرعته والجناح ما عرفش يعمل معاه حاجة غير فاول، غير طبعًا عرضياته اللي بالمسطرة وبالمقاس ودي واحدة منهم لجراديشار لعبها له متقشّرة بيقول له هات جون ولكن جراديشار رفض الهدية. على المستوى الدفاعي محتاج يزيد شوية خبرات وعنده بعض الأخطاء ولكنه برضه لعيب ناشف بيقدر يعمل tackling قوي زي اللي أنت شايفه وبيعمل كتف قانوني بمنتهى القوة زي الكورة دي كده نيّم لعيب فاركو على ضهره بسبب قوة كتفه القانوني، معنى كده إنه لعيب ناشف ووتد دفاعيًا. شكلنا على موعد مع باك يمين عالمي اسمه الأسيوطي وده كان هدية نادر شوقي للنادي الأهلي زي ما قال قبل كده في الفيديو، كان يقصد اللعيب ده لعيب عنده سرعة مهارة، لعيب بيلعب كروسات بشكل مميز جدا جدا، قوي دفاعيا زي ما قلت، عنده بعض الأخطاء الدفاعية عايز يعدلها، وأنا متأكد جدا إن تورب هيقدر يشتغل معاه على الأخطاء دي ويعالجها كمان، لأن تورب مقتنع بيه جدا وخلاص خلاه في الفريق الأول بشكل دايم، ويمكن هو اللعيب الناشئ الوحيد اللي تورب خلاه بعقد احترافي، لسه ما اختارش حد تاني. اتمنى الاسيوطي يهتم بالكوره وما يركزش في اي حاجه بره، ما يركزش ان هو انا خلاص بقيت نجم، انت لسه لعيب صغير عندك حاجات كتير تعملها عشان ان شاء الله توصل لبعيد مع النادي الاهلي وتقعد باكات يمين كتير قوي 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 في البيت. ايه رايك في الاسيوطي واداء الاسيوطي مع النادي الاهلي؟ وسلام.